في ظل موجة الحر اللي بنعاني منها في فصل الصيف والجو الحر ودرجة الحرارة العالية، بيبقى الأمل دايما في القعدة في التكييف والاستمتاع بالهواء البارد الجميل اللي بينسينا الحر ودرجات الحرارة الصعبة جدا. لكن عمرنا سألنا مين اللي قدم الاختراع الرائع ده للبشرية وإيه القصة ورا اختراعه؟ اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا مين اخترع التكييف. ولو انتم اول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، ولو بتتفرجوا على الفيسبوك اعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو. جهاز تبريد الهواء او التكييف هو واحد من اعظم الاختراعات اللي اتقدمت للبشرية، ورغم ان كتير مننا ممكن يكون بيستخدمه لكن ما نعرفش ايه القصة وراه ومين الشخص اللي اخترعه. في أربعينيات القرن ال19 وقبل وقت طويل من اختراع الكهرباء، اعتقد جون جوري الطبيب والمخترع من فلوريدا إن التبريد قد يكون العلاج لمحاربة الأمراض والحفاظ على راحة الناس، وابتكر نظام للتبريد الداخلي بيتضمن نقل كتل ضخم من الجليد من البحيرات المتجمدة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية. وكان اعتقاد جوري إن التبريد هو مفتاح تجنب أمراض زي الملاريا مثلا، وكانت بتقابله مشكلة في وقتها إن خدمات النقل كانت صعبة جدا، فموضوع انه يجيب كتل تلج ده للأسف ما كانش مجدي زي ما هو كان متخيل، وبالتالي ابتدى يفكر ويعمل تجارب على آلة لصنع التلج باستخدام قوة الرياح واللي كانت بتعمل بالهواء أو بالبخار. وفعلا حصل على براءة اختراع للآلة اللي بتصنع التلج الخاصة بيه في سنة 1915، وكان وقتها مات عدد كبير جدا من الداعمين الماديين ليه ولمشروعه، ومع ذلك كان هو من أسس لفكرة تكييف الهواء الموجود في العصر الحديث. وقعدت فكرة التبريد الصناعي دي بعدها مختفية لسنوات كتير لحد ما جه مهندس اسمه ويلس كارير وتولى وظيفة كانت السبب في اختراع أول وحدة تكييف هواء كهربائي حديثة. اللي حصل ان تم تكليف ويلس كارير واللي ساعتها كان شغال مهندس في شركة في مدينة نيويورك بمهمة حل مشكلة الرطوبة الكبيرة في احدى شركات النشر في بروكلين، واللي كانت بتتسبب في ان صفحات المجلات بتتجعد وتبوظ. ومن خلال سلسلة من التجارب صمم وحصل على براءة اختراع لجهاز معالجة الهواء واللي بيستخدم ملفات التبريد، إما لترطيب الهواء عن طريق تسخين المياه أو إزالة الرطوبة عن طريق مياه التبريد. وأجرى اختبارات كتير لإتقان تقنيته، ثم قام ببناء نظام تحكم آلي وحصل على براءة اختراع ينظم الرطوبة ودرجة حرارة الهواء في مصانع النسيج. مع نجاح أجهزته أدرك إن أعمال تانية تقدر تستفيد من اختراعه ده، وعلشان كده ساب الشركة اللي شغال فيها وأسس شركته الخاصة وهي شركة كارير الهندسية، واللي أصبح ينسب ليها اختراع جهاز التكييف. واليوم شركة كارير هي واحدة من أكبر شركات تصنيع مكيفات الهواء في العالم. وفي سنة 1928 تم اكتشاف غاز الفريون، وهو مبرد أكثر أماناً للإنسان مقارنة بالغازات السامة والقابلة للاشتعال المستخدمة قديماً، وده أطلق شرارة اختراع أنظمة تكييف الهواء للأماكن السكنية والصناعية والتجارية. لكن لسوء الحظ بيسبب استخدام غاز الفريون ضرر كبير لطبقة الأوزون والغلاف الجوي، وده طبعاً غير في الصناعة وظهر أجهزة أحدث صديقة للبيئة أكتر بتحافظ على غلاف الأوزون بشكل كبير. وتوفى ويلس كارير سنة 1950 وهو عنده 73 سنة بعد ما ساب لنا واحد من أعظم الاختراعات اللي عرفتها البشرية لحد دلوقتي. قولوا لنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل. ولو بتتفرجوا على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو.